بسم الله الرحمن الرحيم. صلي وسلم على اللي هيشفع فيا وفيك. ومنتخب جنوب افريقيا فاز على اخر منتخب عربي موجود في بطولة افريقيا، وهو منتخب المغرب بنتيجة 2-0. والله لا شماتة طبعا، بس بصراحة انا شمتان. انا شمتان ليه؟ علشان التصريح اللي قاله أناحي في اول البطولة عن منتخب مصر ان هو منتخب بيضيع وقت ومش منتخب بتاع فوز، وهي دي الطريقة اللي هي بياخد بيها البطولات، ان هو بيقع على الارض وبيضيع وقت. كذلك الامر برضو اللي قاله الركراكي المدير الفني بتاعهم لما طلع برضو واتكلم على منتخب مصر بعد ما خرج على يد الكونغو، وقال لك احنا ما يهمناش خروج منتخب مصر، هو منتخب عربي بس احنا ما يهمناش، احنا مركزين دايما مع المغرب ومش مهم خروج اي منتخب عربي تاني، احنا بنتكلم على المغرب بس. وهو ده اللي حصل النهارده. انا برضو بتكلم على منتخب جنوب افريقيا، انا عندي لاعب اسمه بيرسي تاو بيلعب في النادي الاهلي اللي انا بشجعه، وبرضو بشجعه النهارده، وما شاء الله قدر ان هو يعديك لدور الثمانيه، وانت منتخب مدجج بالنجوم ووصلت لنص نهائي كاس العالم وحصلت على المركز الرابع. واللي انا مصر برضو لحد دلوقتي من رايي من ساعتها ومصمم على رايي ان منتخب المغرب وصل نص نهائي كاس العالم عن طريق الحظ، وان وليد الرجراجي اللي هو مدرب منتخب المغرب ما هو الا مدرب محظوظ وصل لبطوله عالميه، علشان كده ثبت في منصبه لحد دلوقتي وعاش في الدور واخد اللقطه. هو ده منتخب المغرب بالظبط. بس انا حابب اوجه بس رساله لمنتخب مصر او القائمين على منتخب مصر. شفتوا منتخب زي منتخب جنوب افريقيا بيقاتل على الكره ازاي؟ شفتوا منتخب زي منتخب جنوب افريقيا قدر يعمل المستحيل وقدر يعمل الصعب قدام منتخب كبير زي منتخب المغرب ومليان نجوم زي منتخب المغرب، وقدر يعمل عليهم نتيجه ايجابيه ويعديهم لدور الثمانيه. ومن الاخر يا جماعه هي دي اخره المغرور. منتخب جنوب افريقيا عرف يجاري منتخب المغرب كويس ويسحبوا المناطق وسط الملعب علشان يقدر ان هو يعمل عليه هجمه مرتده زي اللي حصل في الهدف الاولاني، وكمان في الهدف الثاني لما منتخب جنوب افريقيا تراجع لنص ملعبه. اي نعم منتخب جنوب افريقيا كان محظوظ جدا في ضربه الجزاء اللي ضاعت من منتخب المغرب، لكن هو قدر ان هو يعمل المستحيل برضه بعد ما ضاعت ضربه الجزاء، وقدر برضه ان هو يجيب الهدف الثاني لصالح منتخب جنوب افريقيا اللي جه من كره ثابته. وانا مستغرب برضه كور زي دي ازاي بتخش في ياسين بونو، حارس طويل عريض بيقدر ان هو يصد الكرات البعيده. المره اللي فاتت خسرتوا من منتخب مصر وبريمونتادا بنتيجه 2-1، كنتوا كسبانين 1-0 واصبحت النتيجه 2-1. كذلك الامر برضو النهارده خسرتوا قدام منتخب تصنيفه الافريقي اقل بكتير من تصنيفكم الافريقي. حابب برضو اتكلم مع الجمهور شويه او اوصل رساله للجمهور برضو ان منتخب مصر واللعيبه اللي موجوده فيه لعيبه على اعلى مستوى. اي نعم الاختيارات كانت فيها جزء من التحيز الى حد ما، لكن اللعيبه اللي موجوده في منتخب مصر دي وصلت لحد النهائي قدام السنغال في النسخه اللي فاتت بنص رجل زي ما اتكلمنا قبل كده. ومنتخب زي منتخب المغرب لحد النهارده مش عارف يعدي دور ال16 ولا دور الثمانيه. انت طلعت منتخب المغرب من خلال 3 نسخ، طلعته مرتين في نسخه 2017 طلعته من دور الثمانيه، وفي نسخه 2021 طلعته برضه من دور الثمانيه. فما تقللش ابدا من منتخب بلدك. المشكله عندنا كانت فنيه بحته وهي من روي فيتوريا، لان احنا عندنا كان كارلوس كيروش مدرب كان على اعلى مستوى، والمدرب ده له تصريح تاريخي يا جماعه ان هو بيمتلك لعيبه ما عندهاش فنيات كره القدم. يعني هو من الاخر عمل لك من الفسيخ شربات، وفي الاخر هو مشي وفسخ العقد بتاعه مع منتخب مصر. لكن الراجل ده حقق انجاز كبير جدا ان هو وصل باللعيبه دي لحد النهائي ووصل لحد النوك اوت من تصفيات كاس العالم. فلو انت من الابطال بقى اللي وصلوا معانا لحد اخر الفيديو، وزي ما اقول لك برضو انا شمتان، ولو انت مش عاجبك لو انت بتتفرج على المغرب انا بقول لك انا شمتان يا سيدي في منتخبك ان هو خرج، ودي حاجه تبسطني على فكره. انا كنت بشجع لعيب النادي الاهلي اللي انا بشجعه بيرسي تاو، والف مبروك طبعا لجمهور البافانا بافانا، زي ما انا توقعت بالظبط ان البافانا بافانا قادره ان هي تعدي منتخب المغرب، ومين ملك التوقعات ناو. اشوفكم على خير المره اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.